السلام عليكم، مرحبا بكل متابعين قناه بونور سون غليتان للوصفات الخاليه من الغلوتين. اليوم جبت لكم المحجوبه، المحاجب ولا المختومه. نبداو على بركه الله. بدينا بالحشو. حطيت البصل مع شويه زيت يتقلى مليح. من بعد اضفت معجون الطماطم، طماطم الحبه. اضفت كميه معتبره لاني اعتمد عليها، مانيش راح ندير طماطم المركزه. واضفت لها كذلك مرحيه مع الثوم، الفلفل الحار. حطيت لي زيبيس، اللفاح راس الحانوت كما يقولوا البعض، الفلفل الكحل، الملح، العكري. كل واحد يدير لي زيبيس كما يحب، يقدر يدير غير الملح فقط. وخليتها الطيب مليح في راحتها. هنا ما نغطيوش المرميطه وما نغطيوهاش باش ما يكونش عندنا انصوص. الماء هذاك ما نحتاجوش. هذه لاستيس الاولى. تكون معريه، ما فيهاش غطاء الاناء تاعنا، لانه اذا كان كاين مياه هنا راح يقطع لكم الورقه تاع المحاجب. هذه الاولى، لازم قطره ماء ما فيهاش. نخلوها طيب كي طابت وحضرناها. اضفت لها شويه دبشه ولا حشيش مقطفه كما يقولوا، وخليتها تبرد. ولاستيس الثانيه انها تكون بارده. من بعد رحت جبت فرينة نوميديات الخاصة بالخبز كما راكم تشوفوا في اخر الوصفه. راح تصيبوا اللي خدمت بها انا ساشي الكبيره. شوفوا جد ناجحه في المعجنات. خديت كميه من فرينة نوميديات، اضفت لها الملح فقط وعجنتها بالماء كما شفتوني كما العاديه، حتى تحصلت على عجينه طريه ما تتلاصقش ومشي ناشفه ياسر، عجينه عاديه. عجنتها مليح، درت قرصات حطيتهم في الزيت كما شفتوني، وغطيتها بكيس بلاستيك وخليتها ترتاح على الاقل واحد 20 دقيقه ولا نصف ساعه. ورجعت بديت نحلها على دان بابي كويسون بالاستعانه بورق الطهي. شفتوا الطريقه راهي جد شرحتها شرح مفصل وخليتكم تشوفوا مليح في الفيديو. استعملت ورقتين، حليتها مليح 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 حتى حليتها رقيقه. ومن بعد درت الطرفين منه نشوفوا عاديه نحات والطرف، وحطيت في وسطها الحشو اللي كان برد. من بعد غلقتها بالطرف اليمين على اليسار كما شفتوا. كنت موجده طاوه تاعي تسخن، رشيتها بشويه زيت وحطيتها طيب. شوفوها، تقدروا اللي ما تعرفش تنحيها هي سهله تنحيها بيدك وتحطيها فوق الطاوه، والله المري كما يقولوا، والله مقله تيفال ثقيله. استعملي واش عندك، ما قدرتيش استعملي بالورق، رديها بالورق. ومن بعد خلاص تتقلب عاديه كما راكم تشوفوا. شوفوا الله يبارك، تطلع تتنفخ تتفخفخ. وهذه نفس وصفه المسمنه. انا ما نضيف لا بيض لا خميره لا، عاديه. اصلا الفرينه هذه فيها محسن يعاون كيما العجينه العاديه. فرينه ماء وملح فقط. شوفوا تعطي نتيجه رائعه، طريه خفيفه. شوفوا كيف داخلها الهواء، نوريكم كيف راهي تتنفخ. وهذه اليكم النتيجه كيفاش جات المحجوبه تاعي. جات الله محجوبه بسكريه ترد الروح، حاره ومبننه. واش نقول لكم. وزيد فرينة نوميديات سهلت عليكم المعجنات، جد ناجحه. نتمنى تطبقوها ويرجعوا لي دي بون غوتور ان شاء الله. وغير بالعقل برك، غير بالعقل راح تنجحوا في الوصفه. شوفوا كيفاش تمتعوا جات محجوبه وعليها الكلام. نتمنى اني فتكم، نودكم ولا نشهيكم الى وصفه اخرى ان شاء الله.